ذهابا وايابا، وتصفيات كاس عالم هتبقى برضو في اخر 8 واول 9. بس هو حاج عامر عايز يلعب ماتشات، وده اتكلموا مع مستر كوبر عليه، ان مستر كوبر عايز يلعب على الاقل ماتشين 3 في الدوري قبل ما يلعب ماتش اوغندا، زي ما حصل كده السنه دي، والدوري ابتدى برضو قبل ما كان لعب ماتش الكونغو لو تفتكروا. هو عايز يخلي الدوري يبقى اللعيبه لعبت ماتشات او بتلعب ماتشات، عشان يبقى في يعني اللعيبه تكون في حالتها. هل بقى موضوع البطوله العربيه ده ممكن يخلي مستر كوبر يستعيد عن بدايه الدوري؟ يعني لسه الامور هتبان يعني. بعد كده طيب، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يقرر تغريم عماد متعب 20,000 جنيه لغيابه عن مران المستبعدين امس الاربعاء. يعني متعب انا بحبه جدا جدا ونفسي يخش تاني. طبعا متعب يعني الحاله بتاعته صعبه، ما بيلعبش، وفاق كوليبالي وجاب 3 اجوان في ماتشين، هو حاسس انه بعد، ما جاش التمرين. يعني نصيحه لمتعب، انا بحبه، هو عارف انا بحبه طبعا، وبيننا وبين بعض بنتكلم كتير. صدقني عايز اقول حاجه، الجاي مش زي اللي راح. السن ده انا يعني واحد عدى بالمنطقه دي قبل كده. خلي بص دايما على قدام، يعني حاول دايما بص قدام هيحصل ايه. بص بعد ما تبطل علاقتك بالناس هتبقى عامله ازاي، علاقتك بالنادي الاهلي هتبقى عامله ازاي، هل وانت هتبطل او بتبطل او بعد سنتين انت زي ما انت عايز تلعب يعني، هل الامور هتكون من غير مشاكل؟ انا اتمنى دايما انك لو انت هتمشي من النادي الاهلي او هتبطل في النادي الاهلي دايما تطلع وانت نجم النادي الاهلي زي ما انت دلوقتي. بلاش يعني معلش تعالى على نفسك، انا عارف ان انت متضايق وعارف ان انت زعلان وعارف ان انت ممكن تحس محدش واقف جنبك، بس الناس كلها بتحبك والناس كلها عارفه تاريخك وعارفه ان انت هداف النادي الاهلي. دايما حط ده في دماغك قبل ما تاخد اي تصرف. حط في دماغك دايما ان الناس البعيد عن العين بعيد عن القلب، وده للاسف موجوده كتير عن يعني في اي حته. الكوره كده اللي بيلعب كتير او الناس شايفه حد بتقعد تتكلم عليه كتير، لكن اول ما هيجي اسمك دايما الناس تفتكر حاجه كويسه. طول ما انت الصوره بتاعتك اللي هو الهداف المحترم اللي ما بيعيش مشاكل، حاول دايما خليك في الصوره متعب، ما تزهقش، خليك دايما موجود. تعالى على نفسك. انا عارف اوحش تمرين هو تمرين مستبعدين للاعيب الكوره يا جماعه، واللعيب اللي بيلعب اساسي اوحش تمرين بالنسبه له اللي هو تاني يوم. اللعيبه بقى الاساسيه بتاخد راحه او بتتمرن 10 دقايق، واللعيب بقى اللي بتبقاش تقعد تتمرن، وبيبقى تمرين يعني بيبقى تمرين صعب وكله فتنس وبتاع، بيبقى تمرين غلس وتحس ان انت من اللعيبه اللي مش الاساسيه، فنفسيا بتبقى مش مبسوط. ده بس يعني معلش انت كبير وخليك دايما كبير يا متعب، وتعالى على نفسك وخلي دايما. يعني عايز اقول لك حاجه، اللعيب لما بيكبر حاول غير الريتم بتاعك. دايما واحد هو صغير مثلا ما بيتمرنش كويس، لكن دايما عشان صغير في الماتشات كل 3-4 ماتشات فيبقى رتمك موجود، لكن لما اللعيب بيكبر وبيبعد عن الملعب اللي بيخليه يخش تاني ان المدرب يشوفه بيتمرن كويس وانه في حاجه يعني اتغيرت، يقول لك ايه ده والله ده عايز يشد، ده بيشد عايز يشتغل، ده طب انا اديله فرصه. حاول دوس في الحته دي يا متعب. يعني انا ده بسمع دايما ان انت ما بتتمرنش كويس او ان انت مش فمتعب يرد يقول انا طول عمري ما بتمرنش كويس. ماشي، بس احنا دلوقتي في وقت انت ما بتلعبش، بين للناس ان انت اتغيرت او انت عايز تلعب. هو ده ممكن من وجهه نظرهم المؤشر ان انت هتلعب ولا عايز تلعب ولا انت مقضيها وخلاص. هو نفس ريتمك اللي انت كنت وانت هداف مصر وهداف افريقيا بتلعب بيه، بس ريتم دلوقتي انت بره الملعب، فلازم باين للناس ان انت عايز تتمرن كويس. اهو يا جماعه انا بتمرن كويس، ما تكونش حجه، خلينا نلعب بقى. ناخد تليفون. طارق، مساء الخير.